هلا والله. خلوني أعلمكم بحاجة في الايفون يمكن كثير ما يعرفون عنها. من الحالات اللي توصل مستشفيات أحيانا يكون ما يعرفون من هذا الشخص أو ما معه هوية، ما يقدرون يتصلون على أحد لأن جواله حاط عليه رقم سري مثلا. وأحيانا يكون جايبين ناس ما يعرفون، يعني ما يدرون ايش مشكلته بالضبط، هل عنده سكر، هل عنده صرع، هل حتى لو يحتاج دم ما يعرفون فصيلة الدم أبدا. واحيانا تكون انت في مكان عام يطيح واحد جنبك او انت لا سمح الله يصير لك شيء، قد يكون ما فيك العافيه بس يحتاجون رقم للطوارئ يتصلون عليه ابوك امك اخوك اختك اي احد يهتم لك. في تطبيق على ايفون اسمه هيلث اب، هذا اللي فيه القلب، هذا ممتاز. اول ما تفتح تطبيق بيطلب منك تسجيل بياناتك وكل شيء، فانت تبدا تسجلها بالميديكال اي دي اللي هنا الخيار هذا، وتكتب بياناتك وتضيف الناس اللي تتصل فيهم اذا عندك مشاكل طول، واغلب بياناتك من ضمنها ميلادك، وزنك، طولك، حالتك الصحيه، اذا عندك اي مشاكل، فصيله دمك، طول، كل شيء. هالتطبيق فيه ميزه انه حتى لو كان الجوال مقفل يقدر الواحد يشوف هالبيانات، بيقدر يتصل بالامرجنسي كوز او الطوارئ اللي لازم يتصل فيهم اذا صارت لك مشكله. فمثلا نفترض ان في واحد عندي وطاح في مكان عام، افتح جوالي على طول امرجنسي هذه اضغطها، يفتح لك هنا تشوفونها ميديكال اي دي، تفتحها تلقى كل معلوماته. فمره ثانيه بعد تعديل الفوكس تروح الامرجنسي هنا ميديكال اي دي، طلع لك كل معلوماته، امه وابوه، الناس اللي يبغى تتصل فيهم، طوله وفصيله دمه، ميلاده. ومن الاعدادات هنا تقدر تسوي اشياء كثير، تضيف صورتك، تضيف اذا كان عندك حساسيه او رده فعلك تجاه الحساسيه، اذا كنت انت متبرع بالاعضاء ولا لا. لكن اهم شيء تسوي انك تفعل هالخيار اللي فوق عشان يقدر الواحد يشوف معلوماتك وجوالك مقفل وعليه رقم سري، لانك لو ما فعلتها ما راح يقدر يشوف معلوماتك هذه ابدا ما دام جوالك مقفل. يمكن تكون في السعوديه هالشيء غير مفعل او ما عندهم علم فيه، والله اعلم ان الاطباء عندهم تعليمات بهالشيء والمستشفيات بشكل عام، لاني اعرف شخص طاح واستخدم الاطباء هالشيء علشان يعرفون شحالته. فعط التطبيق من وقتك دقائق، اضف معلوماتك واكتب كل شيء تقدر عليه، لانه يمكن ينقذ حياتك باذن الله في حال صار لك شيء لا سمح الله او شيء. اقلها يعني فصيله دمك، لو احتجت دم او شيء، ما يدري الواحد متى يصير له حادث، متى يصير له شيء لا سمح الله، الله الحافظ، لكن الواحد ياخذ بالاحتياطات والاسباب. حط ارقام الناس اللي ممكن يجونك للمكان اللي انت فيه ويساعدون او شيء، او قلبهم قوي، يعني لا تحط رقم امك تكسر قلبها وهي في البيت المسكينه تجننها. يعني اقول في حال صار شيء لا سمح الله، يعني مو انك بيصير لك شيء بس لا سمح الله، عشان يكون واحد ماخذ احتياطات. الحاجه الثانيه، علم الناس اللي تعرفهم وعندهم مشاكل، خصوصا اللي عنده صرع، اللي عنده حالات اغماء دائم، اللي عنده سكر وانخفاض، اللي عنده ضغط، اللي عنده مشاكل هذه، علمهم يسوونها في جوالات. فلا تستصغر هالشيء، هو شيء بسيط مره لكن ممكن يغير اشياء كثير 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 بالنسبه لك وبالنسبه لغيرك. سلامتكم.